السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وخلص تحدي التفاح وهندخل على تحدي الأرز التنازلي. النظام عملناه قبل كده من حوالي شهرين وجاب نتائج ممتازة جدا، وبالتالي المتابعين طلبوا تاني. انا هنزله تاني بالشرح عشان المتابعين الجدد اللي اول مره يدخلوا القناه عندي يشوفوه بالتفصيل. النظام صيام متقطع زي ما اتفقنا، احنا ماشيين اسبوع واسبوع. الاسبوع اللي فات ما كانش صيام متقطع، الاسبوع ده ان شاء الله هيكون صيام متقطع مع 3 ايام الارز التنازلي، ونقدر نعمل فيه شويه تغييرات للي حابب، وهنقول ايه اللي ممكن يتغير وايه اللي ما يتغيرش وهنتكلم فيه. وان شاء الله باذن الله نقول الاول نسبه النزول فيه 4 كيلو في 3 ايام، وطبعا ده مع الاوزان الكبيره. الاوزان الصغيره ممكن تنزل 2 كيلو، لكن الاوزان الكبيره تقدر تنزل فيه 4 كيلو، وفي ناس نزلت عليه 5 كيلو كمان، لان النظام مجرب قبل ذلك والنتائج بتاعته كانت فوق الممتاز. لدرجه ان كتير جدا عمال يسال عليه تاني، فقلنا ننزله له. طيب بينا على النظام عشان ما نطولش عليكم. النظام هيكون صيام متقطع. طبعا زي ما اتفقنا الصيام المتقطع بنصوم 16 ساعه. فتره الصيام بنشرب فيه ميه، نشرب فيه مشروبات حارقه ولكن بدون سكر دايت ولا حتى لبن. نشرب ميه كتير. هنصوم 16 ساعه من اخر وجبه اكلناها بالليل، وهناخد الوجبات بتاعتنا في خلال ال8 ساعات. الوجبات بتاعتنا هنا في نظام الأرز هتكون وجبتين في خلال ال8 ساعات فقط. الوجبتين نقدر ناخد التانية الأول، نقدر ناخد الأولى الأول، زي ما انت عاوزة، ولكن مهم جدا الالتزام بالنوعيات والكميات وتعليمات النظام بالظبط عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها. النظام مدته 3 أيام. تعالوا بينا على اليوم الأول. كل يوم هيبقى فيه وجبتين 2 فقط. تعالوا بينا على اليوم الاول. في خلال ال8 ساعات اللي هنفطر فيهم هناخد وجبتين. ايه هما الوجبتين؟ انا هقولهم وانت حضرتك خديهم بالترتيب اللي انت عاوزاه. عايزه تاخدي الثانيه الاول، عايزه تاخدي الاولى، براحتك. المهم ايه الوجبتين؟ اليوم الاول هناخد 15 معلقه رز. ايه التغيير اللي احنا نقدر نعمله؟ احنا نقدر اللي حابب ياخد ال 15 معلقه رز دي مكرونه ياخدها، ولكن بدون دهون. 15 معلقه رز او 15 معلقه مكرونه، ولكن خدي بالك كويس قوي من المعلومه دي. النظام فيه ال3 ايام رز. اللي هتبدا بالنظام في اول يوم بالمكرونه هتنهيه بالمكرونه، اللي بدات بالرز هتنهيه بالرز. مهم جدا المعلومه دي. مش ناخد يوم 15 معلقه مكرونه ونيجي تاني يوم نعمل رز، لا طبعا. ال3 ايام تختار يا رز يا مكرونه، والكميات هتكون واحده. يبقى 15 معلقه رز او 15 معلقه مكرونه، زائد صدر دجاج مسلوق او مشوي، زائد طبق سلطه. طبق السلطه هيكون فيه طماطمايه واحده، وكتري من الخضروات الورقيه كتير جدا، وفلفل الوان بقى وخيار، وعيشي حياتك، لان قلنا الطماطم الكتير بتعمل احتباس في المياه. احتباس في المياه في الجسم، وهتعمل لنا ثبات وزن. عايزين نتفادى الموضوع ده. نقلل الملح قدر المستطاع. كل ما هتقللي الملح في طبق السلطه كل ما هتلاقي نتيجه فوق الممتاز. طيب في متابعين هيقولوا طب صدر الدجاج ده ينفع نبدله بتونه او سمك؟ ينفع، ولكن ناخد بالنا. بدلنا الرز مكرونه هنكمل بقيه ال3 ايام بالمكرونه. بدلنا صدر الدجاج بسمك هنكمل ال3 ايام بالسمك. بدلنا الصدر الدجاج بالتونه هنكمل ال3 ايام تونه. ناخد بالنا كويس. مفيش مشكله. يبقى 15 معلقه رز زائد صدر دجاج زائد طبق سلطه. ده بالنسبه لاول وجبه في اليوم الاول. طب الوجبه الثانيه هتكون ايه؟ هتكون علبه زبادي معاكي من 100 جرام لحد 200 جرام، ولكن هتكون خالي الدسم. يعني نقدر نجيب علبتين زبادي اللي بيتباعوا في اي ماركت بره، وشيل الوش بتاعهم وكليهم بالف هنا والف شفا. نقدر ناخد زبادي بس. يعني النظام كله في خلال اليوم بعد الوجبتين دول لو حسيتي بجوع هتاكلي خس خيار جرجير بس، مش اكتر من كده. ما فيهوش فاكهه النظام ده بالنسبه لاول يوم. طيب تاني يوم يا هبه؟ تاني يوم هيكون ناخد بالنا كويس قوي.
10 معالق رز. ال15 هنخليهم 10 معالق. طبعا المعلقه اللي احنا بناكل بيها مش اللي بنغرف بيها، المعلقه اللي حضرتك بتاكلي بيها، هيبقى 10 معالق رز، زائد ورك دجاج، مش صدر دجاج، ورك دجاج. احنا عاوزين ننزل في اليوم التاني ندخل فيه نسبة دهون صحية حلوة عشان الجسم يفقد طاقة معانا يحرق فيها دهون من دهون الجسم. تمام. فهندخله نسبة عالية شوية من الدهون الصحية، نخليه هو يعمل لنا طاقة يحرق لنا من دهون الجسم مباشرة. ازاي؟ ورك الدجاج بيكون فيه نسبة دهون عالية عن صدر الدجاج، فبالتالي احنا خدنا في تاني يوم ورك دجاج، زائد سلطة، زائد 3 معالق زيت زيتون، 3 معالق زيت زيتون صغيرة. تمام كده؟ 3 معالق زيت زيتون صغيرة. ما عندنا ممكن زيت سمسم، ممكن زيت جوز، اي زيت جوز هند. اهم حاجه يكون زيوت صحيه، لكن طبعا زيت دوار الشمس والذره لا طبعا، الزيوت مش صحيه تماما. 10 معالق رز، ورك دجاج، سلطه، 3 معالق زيت زيتون. الزيت الزيتون هنحطهم في ايه؟ حطيهم في السلطه، حطيهم في الرز براحتك، المهم انك تاخديهم. اول ما تبداي تفضلي تاخدي معلقه على الريق كده مفيش مشكله. الوجبه الثانيه هتكون برضو من 100 جرام ل 200 جرام علبتين زبادي. يعني الزبادي اللي هناخده كله 200 جرام، يعني تقريبا علبتين من بتوع بره هتاخديهم، ولكن قليل الدسم. يعني ايه قليل الدسم؟ يعني ممكن نجيب علبتين نشيل من واحده الوش بتاعها والثانيه ناخدها كامله، يبقى كده قليل الدسم. ده بالنسبه لليوم الثاني. طيب نيجي لليوم الثالث، هيبقى 5 معالق رز، وطبعا احنا اتفقنا لو مكرونه هيبقى برضو هننزل الكميات بالتدريج كده. 5 معالق رز اللي بناكل بيها مش اللي بنغرف بيها، زائد ورك او صدر دجاج. هسيب لك اليوم الثالث اختياري براحتك زي ما انت عايزه. تاخدي ورك ماشي، تاخدي صدر دجاج ماشي، مفيش مشكله. زائد 4 معالق زيت زيتون صغير، اللي هي المعالق اللي بتعملي بيها الشاي اللي بتقلبي بيها دي، هناخد منها 4 معالق. برضو هناخدهم ازاي؟ حطي على السلطه، حطي على الرز، خدي معلقه كده اول ما تفطري على الريق عشان ما يحصلش امساك اعفاكم الله. براحتك. يبقى 5 معالق رز، ورك او صدر دجاج، 4 معالق زيت زيتون صغيره، طبق سلطه. الوجبه الثانيه هتكون 2 علبه زبادي في حدود 200 جرام، ولكن النهارده هنحتاجها كامله الدسم، يعني ناكلها بالوش بتاعها. دول ال3 ايام، وان شاء الله طبعا زي ما قلنا صيام متقطع، هناخد الوجبتين في خلال ال8 ساعات. مهم جدا جدا نشرب 3 لتر مياه، نحاول نمشي ساعه يوميا. لو بتعملي بقى رياضه تانية يبقى ممتاز، بتروحي جيم يبقى ممتاز، مفيش خالص يبقى ابسط حاجه المشي، ان احنا نمشي ساعه يوميا. نقدر نشرب شاي وقهوه في النظام، نقدر نشرب شاي وقهوه، ولكن هنحليه بسكر دايت. ممنوع هنا معلقه العسل وال3 تمرات في النظام ده. نظام سهل وبسيط، ناخد بالنا من التعليمات اللي احنا قلناها عشان نتبعه صح وعشان ننزل عليه صح. ان شاء الله هتلاقوا عليه نتائج حلوه قوي قوي قوي. زي ما قلنا نقدر نبدل الرز بالمكرونه، ولكن ناخد بالنا بالعدد، المعالق بعدد بالمعالق اللي بناكل بيها مش اللي بنغرف بيها. خدوا بالكم طبعا باللي بنغرف بيها هتبقى كارثه، السعرات بتاعه النظام عليت كده احنا دمرنا الدنيا وهنزيد كمان. المعالق اللي بناكل بيها. ان شاء الله النظام يجيب معاكم نتائج كويسه، ونقدر نشرب شاي وقهوه ولكن نبدلها بسكر دايت. ممنوع اللبن في النظام. نقدر نشرب مشروبات حارقه زي ما احنا عايزين. ربنا يوفقكم يا رب. لو النظام عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، ولو انت اول مره بتشوفيني اعملي لي اشتراك لقناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم ادمن هبه الله، اجمل جروب هتخس مع هبه الله، قناتكم على اليوتيوب هتخس مع هبه الله.